بيبدأ الانمي وبنشوف شاب اسمه تايكي طالع يجري الصبح بدري كده زي ما هو متعود علشان يلحق يوصل المدرسة اول واحد اهو منه يعمل رياضة وفي نفس الوقت يبقى متفوق على باقي زمايله. كمان هو بيقول لنا ان في شخص بيبقى هو عايز يشوفه كل يوم في الوقت ده. وعلى الجانب الاخر في المدرسة شفنا بنت بتجهز صالة التدريب علشان تتمرن زي كل يوم، والبنت دي في فريق كرة السلة. وقتها وصل صاحبنا تايكي ووقف ياخد نفسه من الجري، ولسه بيفتح باب الصالة لقى كرة السلة لابسة في وشه وعملت له عادة ضبط مصنع. فالبنت جرت بسرعة وقالت له انت كويس؟ معلش مش قصدي. فقال لها الله ينور، جت في الهدف مظبوط. فقالت له معلش والله انا كنت مركزة في التمرين وما اخدتش بالي، وكانت عايزة تطمن على وشه لانها شافت الكرة علمت فيه. فتايكي اتوتر وقال لها لا انا تمام ما حصلش حاجة، وكان محرج لانها اول مرة يكون قريب منها قوي كده. فالبنت قالت له كاعتذار ليك خد الشوكولاتة دي مني هدية. فتايكي قال الله شوكولاتة شايلة شوكولاتة. وقبل ما البنت ترجع للتمرين قالت له خلاص صافي يا لبن. فالواد قلبه اتخلع من مكانه وقال لها صافي يا لبن خلاص، وكان شكله مسخره وهو بيتكلم معاها. وعرفنا ان الجميله دي اسمها شينا، وهي اشهر لاعبه كره سله في المدرسه دي، واللي هي ثانويه ايمي الخاصه المشتركه. هي مش ثانويه قوي لان فيها شويه طلاب كده من اعدادي، مش عارف بيجهزوهم علشان يدخلوا ثانوي ولا ايه. لكن المهم ان المدرسه دي مشهوره بنشاطها الرياضي الكبير جدا على مستوى اليابان كلها. اما بقى بطلنا تايكي فبيلعب مع فريق تنس الريشه، اللعبه اللي من صغره هو بيحبها، وبيحاول يكون اول واحد يوصل لصاله التدريب علشان يطور مهاراته فيها، او بصراحه علشان يشوف شينا ويقف يتفرج عليها بتتمرن. عارفين انتوا الشغل ده بقى. هو الواد ده اصلا مش وش تمرين ولا حاجه، ده بيتمرقع. وقال لنا فاكرين الشخص اللي قلت لكم عليه من الصبح اللي انا بروح المدرسه بدري علشان اشوفه ده؟ ايوه بالظبط، هي شينا البنت اللي انا من زمان معجب بيها. بعد شويه بدا باقي الطلبه يوصلوا والمكان بقى زحمه بالشكل ده. وقف تايكي يتكلم مع صاحبه كيو، تفتكر هيجي يوم ويتقفل علينا باب واحد انا وهي؟ فكيو قال له لا ما افتكرش. فقال له ده انت صباحك زي وشك، بتقول كلمه عدله يا عم انت. انا كل يوم بتخيل ان انا وهي متجوزين وعايشين مع بعض وهي اللي بتحضر لي الفطار. فكيو قال له اه الفطار، يبقى اتغطى كويس وانت نايم بس، وانت مش هتحلم بالاحلام دي تاني. يالا ده انت مش عارف تفتح معاها مجرد كلام هتقول لي تتجوزها؟ انت واخد بالك هي اصلا شهرتها وصلت لحد فين؟ تقريبا المدرسه وبره المدرسه بقى عارفين هي مين. ده غير انها اجمل بنت هنا، فاحسن لك تروح تدفن نفسك بقى وتريحنا. فالواد تايكي يا عيني كان هيغمى عليه من كلام كيو المحبط ده لو مسك مسدس وضربه احسن والله. بس بصراحه عنده حق، ده كيو لو عدو مش صاحبه مش هيقول له كده، بس هو عارف انه بيقول له كده علشان يفوق لنفسه ويركز في تمرينه ويسيبه بقى من احلامه الرومانسيه دي. فتايكي قال له بس انا معجب بيها يا اسطى والله، ما تشوف لي حل من عندك. فقال له مفيش حل، هي مستحيل تبص لواحد مبتدئ زيك. وبصراحه عندها حق، انت شايف مستواها الرياضي وصل لحد فين؟ النقطه الوحيده اللي ممكن تقابلها فيها هي لما تشوفها الصبح في الصاله. فتايكي قال له لا مش دي النقطه الوحيده، هو انت ما تعرفش ان ام زمان كانت لاعبه كره سله زيها كده؟ فقال له يا فرحتي اعمل ايه يعني لما تقول لي كده، ما طلبه كتير هنا اهلهم كانوا بيلعبوا رياضه. فتايكي قال له ماشي بس خليك فاكر عمرك ما هتكسب غير لما تحاول، وانا بقى هفضل احاول معاها لحد الاخر. فكيو شكله حالف ينكد عليه برضه وقال له ماشي اما نشوف، ورينا شطارتك بقى وحاول تاخد رقم تليفونها على الاقل، ولا اقول لك خليها تعرف اسمك حتى، اديني بسهلها عليك اهو. فتايكي قال ليه يعني للدرجه دي الموضوع صعب كده؟ فجاه جت بنت من وراه وراحت ضرباه في رجله وقالت له بتفكر في ايه ياض؟ فقال لها انت عايز ايه يا ام الرخامه اللي في المدرسه كلها، انت مش المفروض لسه في اعدادي؟ فقالت له لا خلاص انا رسميا بقيت طالبه ثانويه بامتياز، انت مش شايف انا طولت قد ايه؟ فقال لها وربنا انت لسه ما كملت متر ونص حتى يا ازعه. فقالت له مين دي اللي ازعه يا حيوان انت؟ محسسني انك 3 متر يعني وانت طول ازازه العصير. وفضلت تضرب فيه. فكيو قال عليه العوض فيكم انتوا الاتنين. وعرفنا ان البنت دي اسمها هينا. فتايكي قال لها هينا هي ايه الحاجات اللي بتعجب البنات الايام دي؟ عايز اعرف يعني. فهنا قالت له العب يا سمك، انت بتحب ياض ولا ايه؟ استنى بقى انا هقول لك على كل حاجه. الاول لازم تبقى واد مالو هدومك كده، البنات بيحبوا الشباب الهاديين واللي واثقين في نفسهم، وبرضه لازم تهتم بجسمك وتبقى شبه الممثلين. فتايكي بص لنفسه وقال لها ممثلين؟ ما ينفعش اللي شبهي كده، وسابها ومشي علشان ما يتعديش من الهبل اللي هي فيه ده. وفي اليوم اللي بعده كان جاي كالعاده بدري وبيفكر في الموضوع،
وبيقول انا غلطان اصلا اني سألت هينا، دي اكتر واحدة عرفتها ذوقها وحش. وفجأة تايكي لمح شينا قاعدة قدام المدرسة بتقرأ في كتاب، على عكس كل مرة كان بيجي يلاقيها جوه في الصالة، فعرف ان الباب لسه مقفول، ففضل واقف مديها وضعية الصامت وسرحان وهو بيبص عليها. لكن قال دي فرصتك يا تايكي، اوعى تضيعها، انا لازم اتعرف عليها دلوقتي او حتى اقول لها على اسمي، كمان عايز اشكرها على الشوكولاتة اللي اديتهاني امبارح. لكن رجع وقال لا، شوكولاتة ايه يا عم؟ هتقول عليا بحب الاكل وهم على بطني، انا هسألها على الكتاب اللي في ايديها. بس رجع تاني قال لا، وفضل يفكر كتير يقول لها ايه بس مش عارف وما عندهوش الجرأة. لكن فجأة لقاها بتعطس، فخلع الشال بتاعه بسرعة وقال لها البسيه علشان ما تتعبيش، كمان معايا شاي سخن اشربي منه لو عايزة، الجوانتيات دي كويسة برضه، والبتاع دي لو هزيتيها كده وحطيتيها في جيبك هتلاقي نفسك دفيتي جدا. كل ده وشينا مصدومة، هو ماله متحمس كده ليه؟ فتايكي لما استوعب قال الكسفة اللي انت فيها يا غبي، ده انت ناقص تخلع هدومك وتديها لها. لكن اتفاجئ ان شينا بتضحك له وبتقول له ها وايه كمان؟ فقال لها قصدك ايه مش فاهم، وشكرته على اهتمامه. فقال لها لا عادي، لا شكر على واجب. ومرة واحدة لقى نفسه هو اللي بيعطس جامد، فشينا لبست له الشال تاني وقالت له خلي بالك علشان الجو برد، اوعى المرة الجاية تخلعه بسرعة كده لان ده ممكن يتعبك. فتايكي قلبه خلاص كان هيطلع يرفرف من مكانه، وبيقول يا جدعان شايفين بتلبسني الشال ازاي؟ بالله عليكم دي مش حركات اتنين متجوزين. وفضل باصص لها وهو ساكت ومش عارف يقول ايه، لكن زي كل مرة ما كانش على بعضه وهو قريب منها كده. وقتها وصل مسؤول الصالة وقال لي شينا المفتاح اهو، فشينا قالت له حاضر انا جاية. وقبل ما تمشي قالت له خلي بالك من نفسك يا تايكي. فتايكي اتصدم وقال لها انت عرفت اسمي منين؟ فقالت له شوف انت بقى، وما تنساش تشكر والدتك علشان هي بتحبك. فتايكي قال امي اشمعنى يعني؟ لكن لما شاف الشال بتاعه لا امه كاتبه عليه اسمه، فالواد مات من الاحراج وقال والله لما اروح لك يا امي على اللي انت عاملاه ده. بعدها دخل يجهز نفسه علشان التمرين، وبدأ يلعب مع واحد من صحابه بكل حماس. وفي وقت الراحة راح يغسل وشه ويجيب حاجة يشربها، لكن أهم حاجة إنه كان هيتنطط علشان شينا عرفت اسمه أخيرا. وبيقول ما كنتش أتخيل إنها لما تقول اسمي هسيح كده. لكن رجع وقال إيه وبعدين معاك، خليك فاكر البنات بتحب الولد اللي واثق في نفسه. هي دلوقتي عرفت اسمي، لازم أنقل بقى للجزء اللي بعد كده في الخطة وأعرف رقم تليفونها. وهو خارج شافها واقفة بتتكلم مع مدرب فريق السلة، لكن لاحظ ان تعابير وشها زي ما تكون زعلانه من حاجه. وفجاه لا هنا جايه من وراك العاده وبتقول له انت واقف كده ليه؟ فقال لها انت بتطلعي لي منين يا بنت انت، ما تسيبيني في حالي. فهنا بصت على شينا وقالت له انت اهبل يا ابني، وحطت ايدها على كتفه وقالت له اوعى تكون عايز تتعرف عليها، مش للدرجه دي يا تايكي يا ابني، خليك في مستوى حد يكون زيك. شينا مين دي اللي تبص لك انت؟ فتايكي قال لها والله انتوا شويه اصحاب زي قلتكم، مفيش واحد فيكم بيرفع معنوياتي بكلمه، وبعدين انا كنت خارج من الحمام يعني وماليش دعوه بيها. فقالت له كويس، اصل انا كنت شايفاها ماشيه مع ولد تاني من كام يوم كده. فتايكي رجع وقال لها بجد والله؟ فهنا ضحكت وقالت له لا بهزر، بس كده اتاكدت انك هتموت وتتعرف عليها يا اهبل. فتايكي قال لها غوري يا شيخه ده انت بارده. ورجع تاني يبص على شينا وهو بيقول يا توت هتحبني ولا موت؟ شكل كده هروح اموت احسن. وفي اخر اليوم راح بطلنا يلم حاجته علشان يمشي، لكن لاحظ ان الفوطه بتاعته مش موجوده ونسيها في الصاله. فقال لك ايه استناني هروح اجيبها واجي. المهم تايكي راح للصاله فعلا، لكن استغرب هو مين اللي موجود فيها لحد دلوقتي. ولما دخل اتفاجئ انها شينا اللي كانت لسه بتتمرن، وهي اول ما شافته قالت له تايكي في حاجه ولا ايه؟ فقال ايه ده لسه فاكره اسمي يا جدعان. وسالها انت ليه بتتمرني لحد دلوقتي؟ فقالت له علشان مش راضيه على مستوايا في التدريبات في الفتره الاخيره، فقلت اتمرن مع نفسي اكتر. فقال لها ماشي بس حاولي ما تضغطيش على نفسك بزياده. فقالت له عندك حق، بس انا حاسه ان انا عايز العب اكتر. وراحت مدياله الكوره علشان يتمرن معاها. فتايكي قال هيجيلي شد عضل بس ماشي. وفعلا قعد يلعب معاها لحد ما حرفيا شينا قطعت نفسه. الواد كان حاسس ان قلبه هيقف من التعب، وقال لها معلش يا شينا تنس الريشه مش بيحتاج المجهود ده كله، علشان كده مش قادر اكمل. فقالت له فاهمه خلاص خلينا نريح شويه، بس خلي بالك انت بتتحرك كويس قوي، شكلك موهوب في التنس علشان كده بتعرف تتحرك ازاي. فقال لها ايوه يمكن علشان انا كنت بلعب سله زمان فعلشان كده فاهمها شويه، اصل امي برضو كانت بتلعب سله وهي صغيره وهي اللي عرفتني عليها. فشينا قالت له غريبه، انا كمان كانت بتلعب سله من صغرها. فتايكي قال الله اكبر، اخيرا حاجه كمان ممكن تكون مشتركه بينا. فشينا سالته انت بقى بطلت سله ليه؟ فقال لها بصراحه لقيت نفسي مش موهوب فيها، او زي ما تقولي كده كنت بلعب زي الحمار
الحمار. فشينا ضحكت وقالت له اشمعنى يعني؟ فقال لها ممكن اكون بحب العب رياضات فرديه اكتر، علشان كده لقيت نفسي في تنس الريشه، بحس كده وانا بلعب ان ملك الساحه اللي انا فيها. فشينا قالت له شكلك بتعرف تستحمل وجع الخساره، لان في الالعاب دي لو خسرت بيكون الهجوم كله عليك انت، على عكس لما تكون فريق كامل. بس انا فاهمه قصدك. فتايكي سكت شويه وقال لها غريبه انت اللي بتقولي الكلام ده؟ فقالت له قصدك ايه مش فاهمه؟ فقال لها فاكره لما كنا لسه متخرجين من الاعدادي؟ انا بصراحه شفتك بتتمرني لوحدك وقتها، ولحد دلوقتي مش قادر انسى اللحظه دي، لانك وقتها كنت بتعيطي وحزينه جدا. ساعتها ما كنتش اعرف السبب، لكن بعدها عرفت. انت كنت حزينه علشان خسرتم نهائي البطوله الوطنيه، وكان واضح انك زعلانه على مجهودك اللي ضاع طول الفتره دي للتحضير ليها. وبصراحه من يوم ما شفتك في الحاله دي وانت اديتيني دافع اني اتمرن اكتر علشان ما اوصلش اللحظه زي دي. وقال في نفسه اتوقع هو ده اليوم اللي بدات اعجب بيها فيه. كل ده كان تايكي عمال يتكلم لكن مش باصص لشينا، لكن اتفاجئ اول ما رفع عينه انها مصدومه من كلامه، وكان واضح انها زعلت لانه فكرها باليوم ده، لانها كانت ما صدقت نسيته. فتايكي اتوتر وكان عايز يعتذر لها، لكن جه مسؤول الصاله وقال لهم يلا علشان هنقفل. فشينا رجعت طبيعيه وقالت له تعالى ساعدني في تنظيف المكان، لكن بالصدفه وقعت كره من شينا، فالاتنين راحوا يمسكوها وفجاه لمسوا ايد بعض لاول مره. فهي ضحكت وقالت له شكرا وراحت رجعتها مكانها. وطبعا هو ما كانش مصدق نفسه، لكن بالرغم من كده كان لسه في حتة جواه مخليه زعلان عليها، لانها بتجهد نفسها في التمرين علشان تنجح حتى لو على حساب صحتها. وتاني يوم كان صاحي من النوم كالعادة ونزل يصبح على امه علشان يمشي، لكن بالصدفة شاف مجلة على الترابيزة فيها صورة شينا. ولما امه لقيته متفاجئ كده قالت له انت تعرف البنت دي؟ فقال لها بنت مين؟ انا بشبه عليها بس. فقالت له يا خسارة، انت تعرف ان انا وام البنت دي كنا اصحاب في فريق كرة السلة؟ تايكي اتصدم وقال لها بالله عليكي؟ فقالت له ايوه يا ابني، انت مالك مصدوم ليه؟ فقال لنفسه هو ده الكلام، لقيت حاجه ممكن تقربنا من بعض اكتر. وسال امه ايوه بقى يا ماما كملي. فقالت له زي ما قلت لك كده، انا وامها اصحاب من زمان جدا، لكن للاسف عرفت انهم هيسافروا ويسيبوا المدينه قريب. فتايكي يا عيني اتصدم وقال لها انت بتتكلمي بجد؟ فقالت له ايوه، شكلهم كده هيمشوا الشهر الجاي. فتايكي قال علشان كده كان شكلها زعلانه وهي بتتكلم مع المدرب بتاعها، فرمى المجله بسرعه وقال انا مستحيل اسيبها تمشي كده، اللي هي عملته كله هيضيع ومش هتقدر تشارك في البطوله مع فريقها. وافتكر اللحظه اللي كانت عماله تعيط فيها وما كانش عايزها تتكرر تاني. وقتها كانت شينا بتتمرن كعادتها في الصاله، واتفاجئت انه داخل يجري بسرعه. فقالت له ايه يا ابني مالك في ايه؟ فتايكي انفجر وقال لها ما تمشيش قبل ما توصلي لنهائي البطوله وتكسبيها، بالله عليكي بلاش تستسلمي دلوقتي حتى لو كان اهلك عايزينك تسافري معاهم. فشينا قالت له تايكي ثواني، انا مش هسافر اصلا، اهلي بس اللي هيسافروا. فتايكي اتصدم وقال لها نعم، انت قصدك انك مش هتمشي؟ فقالت له ايوه ما تقلقش، انا هفضل هنا وهعيش عند ناس معرفه كده. فقال نهار ازرق النهارده، يعني انا اللي عملته ده كله طلع على الفاضي؟ يا لهوي على منظر اللي يكسف ده. والله خلاص ماشي انا همشي بقى مش عايزه حاجه. فشينا قالت له استنى، وقالت له انها بصراحه كانت فاقده الشغف الفتره اللي فاتت لما عرفت ان اهلها هيسافروا، لكن هو لما فكرها باليوم اللي كانت بتتمرن فيه في بطوله الاعدادي حمسها ترجع تاني اكتر من الاول، لان طول عمرها عايزه تعوض الخساره دي باي طريقه، وشكرته علشان كل ده كان بفضله. فتايكي قال لها شكرا ايه بس، ده انا اعمل اي حاجه علشان اشوفك بتضحكي كده. طبعا هو قال كده بصوت واطي علشان ما تسمعش، وبدا يلعب معاها تاني طول اليوم. ولما رجع للبيت فضل طول الليل مش عارف ينام، وكان كل تفكيره في الموقف المحرج اللي حط نفسه فيه امبارح معاها، وشكله كان مسخره على الاخر. ولما نزل قال كويس ان النهارده اجازه علشان ارتاح شويه، ولسه بيفتح باب المطبخ لقى شينا في وشه. فالواد من الصدمه كان فاكر انه بيحلم وكان هيخبط دماغه في الحيط علشان يفوق، لكن لقى امه خارجه بتقول له انت صحيت؟ رحب بقى بشينا اللي كنت قايله لك عليها، انا وامها اتفقنا انها هتفضل معانا الفتره دي لحد ما يرجعوا من السفر. فتايكي خلاص كان حاسس انه هيغمى عليه وقال لهم انا اكيد في حلم يا جدعان. ولما باقي العيله وصلوا كانوا مبسوطين جدا انها هتعيش معاهم، وطبعا واضح من ردة فعل تايكي انه عايز الارض تنشق وتبلعه، وبيقول في نفسه انا اول مرة اشوف عيلتي حابين حد كده، ولا هم بيغيظوا فيا يعني ولا ايه؟ وكل ده وما كانش مستوعب ان شينا دلوقتي معاه في البيت، وبيقول يا جدعان حد يقول لي ان ده مقلب. ولما طلع لاوضته قال لا انا مش قادر، دول بيقولوا انها هتفضل معانا هنا سنه او 2، انا بقى مش هقدر استحمل الوضع ده كتير. وفجاه لقاها بتخبط عليه وبتقول له تايكي امك بتقول الحمام جاهز لو عايز تدخل. فقال يا لهوي، ومسك اي مجله بسرعه وقال لها انا مشغول دلوقتي. فشينا قالت له ايه ده؟
هي دي مجلة الأسبوع الرياضية؟ أنا معرفتش أقرأها الأسبوع ده لأني كنت مشغولة بنقل حاجتي. فتايكي اتوتر وقال لها خديها مش عايزها، وقال لنفسه أنا مش لازم أقرب منها للدرجة دي، وكان خايف وبيبص لقاها بتضحك بطريقة غريبة. فقال لها في إيه؟ فقالت له بصراحة أنا محظوظة جدا لأن كنت حاسة إنك لو عشت مع حد من أصحابك الموضوع هيكون موتر شوية، لكن اطمنت لما شفتك وعرفت إني هعيش معاك هنا. وقبل ما تمشي قالت له تصبح على خير بقى، عايز حاجة؟ فقال لها لا شكرا، وكان خلاص هيغمى عليه. وفي اليوم اللي بعده راح يتمرن مع كيو، لكن كان بيلعب بحماس أول مرة يظهر بيه. فكيو قال له مالك يا ابني، هي علشان بقت معاك في بيت واحد هتتحول علينا ولا ايه؟ فقال له سيبني يا اسطى انا مبسوط، اخيرا بدأت احس ان الموضوع بقى سهل معاها. فكيو قال له سهل يا ابني انت اعمى؟ بص وراك كده هتلاقي شباب المدرسة كلهم بيتفرجوا عليها، كل اللي واقفين دول نفسهم يفتحوا معاها كلام. فتايكي قال يا قلبي مش ناقص انا. وتخيل انه واقف لوحده قدام جيش من البشر عايزين يقتلوه لو عرفوا انها عايشة معاه في بيت واحد. فكيو قال له بس سيبك انت، بما انها عايشة معاك يبقى فرصتك انت اكبر من اي حد تاني. فتايكي قال له لا، انا عارف انها قررت ما تسافرش علشان هدف معين، وانا بصراحة مش عايز استغل انها في بيتي واطلب منها تخرج معايا، انا عايزها تحبني زي ما انا بحبها. فكيو قال له بقول لك ايه، خلينا نرتاح شوية، ما هي مش تحمسك انت وتيجي تطلعه علينا هنا. وراح علشان يرتاح شوية، لكن تايكي قال له لا انا هكمل، وراح يلعب مع حد تاني. فهنا جت وكانت مستغربة هو ليه بيضغط على نفسه بالشكل ده. فكيو قال لها علشان عايز يشارك في البطولة الوطنية، ايه رأيك في الحوار ده؟ فضحكت وقالت له مش عارفة، بس شكله كده متحمس اكتر من اي وقت فات. ولما تايكي رجع للبيت فضل برضه يتمرن لحد ما نفسه اتقطع، بس قال لسه بدري، انا عايز ارفع لياقتي البدنية علشان ابقى اسرع في اللعب، مستواي ده ما يخلينيش العب في صالة بيتنا حتى. وقتها شينا جت وقالت له انت بتعمل ايه؟ فقال لها مفيش حاجة، أنا بس بتفرج على نفسي وأنا بلعب علشان أشوف أطور نفسي إزاي. فشينا اتحمست وقالت له عايز اتفرج معاك. فقال لها لا طبعا مش ناقصه احراج هي. فقالت له يا عم بقى، ما انا طول اليوم بشوفك وانت بتلعب قدامي، هات الموبايل ده. وفعلا قعدوا يتفرجوا ويحللوا هو تايكي ناقصه ايه علشان يبقى جاهز للمنافسه. ولاحظوا ان تايكي في اجزاء من الماتش بيتعب وسرعته بتقل جدا، ودي الحاجه اللي المفروض يشتغل عليها. فقال لها ما تقلقيش، انا بشتغل على الحته دي ولازم اعمل اي حاجه علشان اوصل للبطوله. فشينا استغربت وقالت له بطوله ايه؟ فتايكي قال يا لهوي غلطت قدامها، وحاول يغير الموضوع بأي كلام، لكن هي قالت له انت بتفكر تشارك في البطولة الوطنية صح؟ علشان كده قلت لي ان لازم اشارك برضه. فتايكي فكر شوية وقال لها ايوه بصراحة انا عايز اشارك انا وانت فيها. فقالت له طب خليك هنا ثواني، وراحت بسرعة جابت له صور هي كانت عاملاه يدويا، وقالت له خلي دي معاك علشان تفكرك بالهدف اللي احنا حاطينه وهو الفوز بالبطولة. فتايكي من غير تفكير راح واخدها على طول وقال لها ما تقلقيش، لكن هي شافته مش عارف يربطها فقالت له استنى، وبدأت هي تلبسها له وقالت له بص اخيرا بقينا متطابقين في حاجة، لانها لابسة نفس الصور ده برضه. بعدها قامت علشان تروح تنام، وسابت تايكي قاعد وشه قالب الوان وبيقول امتى بقى هقول لها يا جدعان مش قادر. وتاني يوم قام بدري جهز نفسه علشان يروح يتمرن. فشينا قالت له يا ابني النهارده اجازه، مالك مستعجل ليه؟ فقال لها لازم اتمرن كل يوم علشان جسمي يفضل نشيط. فضحكت وقالت له طب خلي بالك من نفسك. فتايكي فرح وطلع جري على الصاله كمل تمرين، وهو بيتكلم مع هينا اللي قالت له انت مالك ياض في ايه؟ هي البنت اللي انت بتحبها كلمتك علشان كده نشيط؟ فقام وقال لها مالكيش دعوه بيا يا هينا وسيبيني في حالي. وكان خايف لا تعرف ان شينا عايشه معاه في نفس البيت علشان عارف انها فضيحه وهتقول للمدرسه كلها، ومش بعيد بقى الطلبه يقتلوه. وبالصدفه هو خارج شاف شينا قدامه واتصدم انها جايه تديله المحفظه بتاعته قدام هينا. فقال لها ايه ده انت لقيتيها؟ فشينا لحظت وما رضيتش تتكلم ومشيت وهي متضايقه. فقال انا شكلي كده خربت الدنيا. وبيبص لهينا لقاها مبسوطه وبتقول له ايوه كده استمر. ولما قابل كيو حكى له على كل اللي حصل. فكيو قال له انت اللي غلطان، لو انت عايز شينا ما تتكلمش قدام حد في المدرسه كنت عرفها، لكن هي دلوقتي اكيد فاكره انك مكسوف تقول انها عايشه عندك، ده لو ما افتكرتش كمان انك ما بقتش عايز تساعدها. فقال له بعدين يعني يا ابو العريف اعمل ايه علشان اصلح الوضع ده؟ فقال له روح اتكلم معاها، هو ده الحل الوحيد. فتايكي قال هو انا ناقص حوارات زي دي؟ كمان لقى المدرب بينده عليهم علشان يساعدوه في نقل الكراسي. فكيو قال له ايه يا كابتن، تايكي معاك اهو، اهرب انا بقى، وحاول يمشي. لكن تايكي قال له تعالى يا حلو، هتشيل يعني هتشيل. كمان لقى شينا جايه تساعدهم فقال فرصتي دي، وقال لها ما تتعبيش نفسك يا شينا انا هشيلهم. فشينا بصت له كده ولفت وشها الناحيه التانيه من غير ما تقول ولا كلمه. فتايكي اتصدم وقال يا لهوي دي متعصبه بجد. وبص لهينا لقاها بتقول له كمل انت ماشي صح. فقال لها تمشي عليك عربيه يا بعيده.
وجري بسرعة لأنه شايفها رايحة تتكلم معاها، وكانت هنا بتسألها هو انت مرتبطة؟ فشينا قالت لها لا، اشمعنى يعني السؤال ده؟ فتايكي قال علشان هي ما عندهاش دم. وقال لي كيو ما تشوف يا عم البت دي بدل ما اخبطها بكرسي من اللي معايا دول. فكيو قال له انت لسه شفت حاجة؟ اسمع كده هما بيقولوا ايه. فتايكي لقاها بتسألها انت مش بتفكري يكون عندك حبيب وكده؟ انا عن نفسي اعرف واحد مناسب جدا. فتايكي خلاص كان عايز يشدها من شعرها ويرميها بعيد. البت فاضل لها شويه وتقول انها بتتكلم عليه، لكن شينا خلصت الموضوع وقالت لها انا مش بفكر في المواضيع دي دلوقتي، انا مركزه بس على البطوله. فهنا استغربت وما بقتش عارفه تقول ايه، لكن اجابتها دي ريحت تايكي علشان هو كان عارف انها بتفكر كده. ولما وصلوا الكراسي للنادي تايكي قابل مساعد المدرب بتاعه هناك وقال له انا عندي ليك خبر جامد، المدرب امبارح كلمنا عليك وقال انه ممكن يخليك تشارك في تصفيات البطوله علشان شاف ان مستواك اتحسن في الفتره الاخيره. فتايكي قال له انت بتتكلم بجد؟ وفرح جدا من الخبر ده وكان عايز يفرح شينا معاه، لكن اتفاجئ انها مشيت وما كانتش مهتمه. فاتضايق وقال انا لازم اتكلم معاها. وعلشان فعلا هنا دي مستفزه زي ما هو بيقول، سالت كيو هي شينا مالها؟ شكلها كده زعلانه منه. فقال لها يا سلام على ذكائك، ما اكيد بعد كل اللي انت عملتيه ده هتكون زعلانه منه، هو حد يمشي وراكي وينجح؟ وطول التمرين كان تايكي مركز معاها، وبعد ما خلصوا راح يتكلم وسالها هي زعلانه منه في حاجه؟ فقالت له لا، بس انا ملاحظه انك بتتجاهلني قدامهم. فقال لها وربنا ما قصدي، اللي حصل ده كان سوء تفاهم، انا بس مش عايزهم يعرفوا اننا عايشين مع بعض علشان ما يعملوا لناش حوارات كتير. فشينا قالت له بجد هو ده السبب بس؟ فقال لها ايوه، انت فاكره ايه يعني؟ فقالت له انا فاكره ان انت على علاقه بالبنت ام شعر احمر، علشان كده ما كنتش عايز تبين لها انك تعرفني. فتايكي قال لها ام شعر احمر مين؟ هنا نهار ازرق النهارده، هنا مين دي اللي اكون على علاقه بيها؟ فقالت له انا فهمت كده بقى، خصوصا لما لقيتها بتسألني في موضوع الارتباط وكده من شوية، فقلت انها غيرانة عليك مني يعني. فتايكي اتفاجئ انها كل ده كانت بتحاول تبعد عنه علشان خايفة عليه، وقال لها اول مرة تبقى غبية كده بصراحة، وفضل يضحك. فقالت له يو بقى اسكت خالص. في نفس الوقت كانت هنا معدية وشافتهم بيضحكوا مع بعض ومش عارفين هي ليه كانت مستغربة كده. بعدها راح تايكي وباقي الفريق علشان المدرب عايزهم، وعرفوا انهم من الاسبوع الجاي هيبداوا تدريبات تجهيزية، ودي اللي هيظهر منها اللعيبة اللي هتكمل وتنافس في التصفيات. لكن برضو الموضوع مش سهل للدرجة دي، لان تايكي لازم يكسب لعيبة محترفين جدا في اللعبة علشان يوصل، وعلى الاغلب ممكن يلاعب المركز الثالث في البطولة السنة اللي فاتت اللي اسمه هاريو، والواد ده معروف انه موهوب جدا. ومن الناحية التانية كانت هينا بتتمرن على لعبة الجمباز بتاعتها، وقالت له بقول لك ايه، استناني بعد المدرسة علشان نروح مع بعض. ولما خرجوا قال لها انت عايزة ايه؟ فقالت له في نظام علاج طبيعي مشهور هيبقى في العيادة اللي جنب بيتك صح؟ فقال لها انا سمعت عن الموضوع ده، يبقى تعالي شوفيه هناك. لكن رجع وقال ثواني، لو جت عندي هتشوف شينا هناك وتعرف، فلازم ابعدها عن هناك باي طريقه. وقال لها بقول لك ايه رايك نروح دلوقتي؟ طبعا هو مطمن لان شينا لسه بتتمرن في المدرسه، علشان كده قال لها يلا بينا خلينا ننجز. لكن هي زي ما تكون بتعند معاه، كل شوية تقف تعمل حاجة تعطلهم بيها، واخرها وقفت قدام مخبز وعمالة تتفرج على الاكل. فتايكي قال لها يا بنت خلاصي، شوف انت عايزة ايه وانا اجيبهولك. فهنا قالت له لا، انا صحيح هموت واكلها لكن ما اقدرش، انت عارف ان انا بجهز لبطولة الجمباز، ولو اكلت حاجة زي كده اكيد وزني هيزيد. فتايكي قال لها اول مرة اعرف انك موهوبة كده، انا كده اتأكدت انك مش عبيطة زي ما كنت فاكر. وقال لها كلمتين حلوين. فهنا قالت له تصدق اول مرة اشوفك طيب كده. فقال لها تصدق انا غلطان، يلا بينا نمشي. لكن فجأة تايكي شاف شينا جاية من بعيد، لكن الغريب انها كانت ماشية مع اللاعب اللي اسمه هاريو. فالواد تايكي يا عيني من الصدمة قلبه كان هيقف، لكن هنا لحقته بسرعة وقالت له هم اكيد مجرد اصحاب ما تقلقش، يلا بقى علشان نروح. فتايكا عمل فيها مش فارق معاه وقال لها ايوه صح، ايه المشكله يعني لما يمشوا مع بعض؟ فقالت له شفت بقى، وقعدوا يتنططوا زي المجانين لحد البيت. لكن لما راح المدرسه تاني يوم لقاهم مع بعض برضه، فقال لا بقى ما تشوفوا يا جدعان ايه الحوار ده. فهنا قالت له بعدين معاك بقى، خليك فاكر هي قالت انها هتركز في البطوله. فقال لها امال هي ليه واقفه مع الواد ده دلوقتي؟ فكيو قال لها سيبيه، هو كده دايما. في الوقت ده المدرب ندح عليهم علشان يرجعوا للتمرين، وشفناه بيتكلم مع المساعد بتاعه على تايكي وبيقول له انه متوقع انه يبقى لاعب كويس في التصفيات، ده غير هاريو طبعا اللي الكل شايفه احسن لاعب في المدرسه. في الوقت ده كان تايكي راح يرتاح شويه ولقى كرة شينا جايه ناحيته، فراح اداها لها.
وقبل ما يمشي سألته انت هتخلص تمرين امتى؟ فقال لها على الساعة 7 كده، وكان قلقان لحد يسمع هما بيقولوا ايه. فجأة لقى هاريو بينده على شينا، لكن الصدمة انه بيقول لها يا شي اللي هو اختصار لاسمها يعني. فتايكي قال نعم ايه شي دي، ولما حكته ورجع للبيت جري وهو مش مصدق اللي هو سمعه، وكان واضح عليه انه هيموت من الغيرة. وبيقول بقى الواد ده بيدلعها باسمها وانا مش عارف انطق واقول لها كلمتين على بعض. ولما دخل راح رامي كل حاجة وقالوا بعدين بقى في البت دي، ده انا شوية بشوية هلاقيهم خارجين مع بعض. فجأة لها داخلة وشافته وهو واقع على الارض كده، فقالت له في ايه؟ فقال لها لا مفيش، وقال في نفسه اكيد هتقول هو ماله العبيط ده. لكن شينا قالت له انت ليه رجعت بدري؟ انا وانا ماشية كان لسه باقي فريقك بيغيروا. فقال لها هي جت كده بقى وحاول يطلع لأوضته، لكن هي مسكته وقالت له استنى انا عايز اعرف. وسألته هو انت قصدت تيجي بدري علشان توصل قبلي وما تخلينيش استنى بره يعني وكده؟ فتايكي قال وانا اللي كنت فاكر انها مش واخده بالها من اللي انا بعمله. وطبعا علشان ما يبين لهاش انه واقع في دبادبها قال لها لا انا بس قررت ارجع بدري النهارده، عايزه حاجه انا هطلع اتمرن شويه. فشينا كانت مستغربه من اللي هو بيعمله ده. وقتها كان هو بيجري في الشارع وقال انا لازم اركز، لو قعدت افكر مين بيقول لها ايه ومين بينده ازاي عليها مش هنخلص. على الرغم ان هاريو ده بارد قوي، وفعلا راح تاني يوم للصاله وكان بيتدرب باقصى طاقه عنده، وقال ايا كان اللي بينهم مش هخليه يعطلني. لكن بالصدفه شافهم تاني واقفين مع بعض، فقال انا مش مهتم. لكن بالرغم من كده وقف يسمع هما بيقولوا ايه، وسمع الواد هاريو بيقول انه بقى بيخرج مع شينا كتير اخر فتره. فتايكي قال يا ابن الواد ده شكله مش ناوي يجيبها البر معايا. ولما رجع للتمرين راح علشان يلعبه وكان مخنوق منه، لدرجة ان الموجودين كلهم وقفوا يتفرجوا عليهم. وبالرغم ان تايكي لعب باقوى شكل عنده، لكن هاريو كان اقوى منه، لكنهم عارفين انه مش هيستسلم علشان شينا. وفعلا في الشوط الثاني نزل يلعب بشكل احسن من اي مرة لعب فيها. وبالرغم انه خسر في النهاية، لكن اصحابه كلهم كانوا متفاجئين من مستواه. بعدها حاول كيو يخفف عنه شوية، لكن هو كان متضايق علشان خسر، وقال له انا حاسس بالاحباط علشان خسرت قدامه. لكن اللي هو ما يعرفهوش ان هاريو كان قاعد بره وسمعه، وكان واضح ان هو اللي متضايق اكتر منه، لانه ازاي عيل في سنة اولى قدر يقف قدامه كده في الماتش. في الوقت ده كان تايكي راجع وبيفكر هو عمل اخطاء ايه في الماتش النهارده علشان يتمرن عليها. فجأة لقى شينا جاية بسرعة بتقول له تعالى معايا، وتفاجئ انها واخداه للحديقة. فقال لها هو ايه اللي بيحصل ده؟ قالت له بص كده اخدت مضارب الريشة بتاعتك من النادي علشان نتمرن شوية. وبدأت تحدد الملعب على الأرض، وقالت له إنها كانت بتتفرج عليه النهاردة وهو بيلعب وكان شكله جامد. بعدها هي كمان حاولت تلعب معاه، لكن كل مرة كانت بتفشل وخلته يضحك عليها، لكنه علمها وبدأوا يلعبوا مع بعض وهم بيتكلموا عن الماتش. وقالت له إنه كان بيلعب حلو على عكس ما هو كان فاكر. فتايكي قال لها بس برضه هو اللي كسب وأنا ماليش حق أفرح. فشينا ضحكت وقالت له أول مرة أعرف إنك بتكره الخسارة كده، شكلك حلو قوي، لكن أنا عجبني إنك حتى وإنت مستواك أقل منه وكنت مصمم تلعب بأقصى طاقة، علشان كده مش عايزاك تقلق وهتقدر تكسبه في الماتشات الجاية. فتايكي كان متفاجئ انها مصدقة فيه كده وفي مهاراته، وقال لها ايوه انا هقدر اكسبه المرة الجاية. وقبل ما يمشوا قالت له والدتك بتسأل احنا هنرجع امتى للبيت؟ فقال يتحرق البيت دلوقتي، وشاف ميدالية على شنطتها مكتوب عليها شي، فقال اكيد دي من الحيوان اللي اسمه هاريو. ولما هي اخدت بالها قالت له انها من اصحابها في الفريق، وعرفته انهم متعودين يندهوها بشي من زمان. فتايكي قال الحمد لله يعني ما طلعش هاريو هو اللي بيدلعها بالاسم ده. بعدها شينا لمت حاجتها وقالت له يلا علشان ما نتأخرش. فقال لها لا اسبقيني انتي، اصل بصراحة بيكون في ناس كتير عند البيت دلوقتي وانا هحس باحراج لو شافوني ماشي مع بنت، انا هفضل اتمرن هنا شوية. فشينا كان واضح عليها انها اتضايقت وفضلت تفكر في كلامه وهي راجعة. ولما تايكي راح للمدرسة تاني يوم اتصدم من اللي مكتوب، وقال له ولا يا كيو تعال اقرأ كده، هو المكتوب ده صح؟ انا واللي اسمه هاريو ده مع بعض ليه؟ فكيو ضحك وقال له انت وهو ثنائي مع بعض في البطولة. فتايكي قال مين الحمار اللي حطني معاه في فريق واحد؟ انا عايز يكون ضدي علشان اكسبه. فجأة لقى هاريو جاي بينده عليه وقال له يلا علشان ورانا تمرين دلوقتي. لكن كان واضح ان هاريو مستحلف له، وقال له بقول لك ايه، انت بتحب شينا صح ولا انا غلطان؟ فتايكي من الصدمة كان هيدوب زي مكعب التلج، وبيقول هو عارف منين ده. ولما راح يتمرن معاه كان هاريو حرفيا حاطط عليه، وكل لما يلاقيه تعبان يقول له ايه انت فاكر ان شينا هتحب لاعب فاشل زيك كده؟ فتايكي كان عايز يقول
بيقول له ايه يا فضيحه انت هيسمعوك، ويا عين الواد عصر على نفسه ليمونه وفضل يتعذب معاه في التمارين بتاعته دي. لكن اصحابه كانوا مبسوطين لانه لو اتمرن معاه هيبقى محترف زيه. فقال لهم محترف؟ الواد ده بينتقم مني علشان شاكك انه معجب بيها. لكن بالرغم من كده كمل تمرين معاه وخلاص، وكان شكله مسخره وهو راجع كل يوم ساند على خشبه علشان مش قادر يدوس على رجله. وبالصدفه شافهم واقفين مع بعض فراح وقف معاهم، قال يعني خلاص بقى من اللي هيشاركوا في البطوله. فهاريو قال لهم الواد ده هيبقى شريكي في المنافسه، هو صحيح ضايع في اللعب لكن انا متوقع انه هيبقى لاعب جامد جدا بعدين، وبما انه استحمل كل العذاب اللي انا عذبته له في التمرين يبقى هينجح. فتايكي لاول مره حس ان هاريو مش شخص وحش زي ما كان فاكر، وفرح لما شاف شينا بتشجعه. وكمان اتصدم لان هاريو اصلا مرتبط ببنت تانية وهو وشينا مجرد اصدقاء فعلا، واليوم اللي شافه ماشي معاها كانت شينا بتساعده في اختيار هديه لحبيبته. فتايكي قال يعني كل ده وهو عمال يلعب بيا ومحسسنه انه بيحبها؟ فهاريو ضحك له ضحكه كده مستفزه لانه عارف انه اتمرمط معاه في التمرين، وعلشان يعصبه اكتر قال له يلا بقى يا تايكي شد حيلك، عايزين نشوف لك بنت كده تحبها. وكان عينه على شينا. فتايكي اتجنن وقال له مالكش دعوه انت يا مستفز. وفي الوقت الحالي يكون عدى شهر تقريبا وشينا عايشه معاه في نفس البيت، لكن كل ده ولسه برضه مش قادر يتعود ويبقى راسي كده لما يشوفها. المهم خلص فطار واخد لبس النادي وطلع جري على المدرسه، وكان واضح انه مبسوط علشان بقى كل يوم بيشوفها. ولما وصل للمدرسه كان كيو ملاحظ كده وقال له انت مبسوط علشان هي في البيت عندك ولا علشان وراك ماتش مهم بكره؟ فقال له لا يا رخم علشانها هي، وما تفكرنيش بماتش بكره ده. فجأة لقى شينا بعتله رسالة بتقول له انت فين؟ اللبس الرياضي بتاعي انت اخدته بالغلط وانت ماشي الصبح. فتايكي شافه واتفاجئ فعلا انه اللبس بتاعها، وراح بسرعة يديهولها قبل ما حد ياخد باله. قالت له قابلني في اوضة الموسيقى، فراح على هناك بسرعة. لكن طبعا الدنيا مش هتمشي تمام كده. فجأة لقى هاريو في وشه وبيقول له احنا مش هنتمرن ولا ايه؟ فتايكي قال له يا عم مش وقتك وهرب منه. وصل لأوضة الموسيقى لقى هنا في وشه، فقال انت هنا يا أزعة، وحاول يمشي لكن بالغلط وقع الزي الرياضي من ايده وخلاص كان هيتفضح. وعلشان يبعدها عنه قال لها اوعي تقربي، انا ما غسلتهوش من الصيف اللي فات. فهنا هي اللي هربت وقالت له اطلع بره من هنا يا معفن. فاخده وطلع جري وقال انا مستعد اعمل اي حاجه ولا انهم يعرفوا ان معاه اللبس بتاع شينا. وقتها كانت هي مستنيه على السطح وشكرته علشان جابهولها لان عندها تمرين مهم دلوقتي. لكن اتصدم انها عايزه تغير لبس المدرسه هنا، فقال لها ايه انت كمان ايه اللي بتعملي ده؟ ووقف بعيد لحد ما هي خلصت. وبعد ما خلص تمرين مع هاريو كان راجع للبيت، لكن قبلها قابل هينا اللي طبعا فضلت تضايق فيه وقالت له ولا يا تايكي بكره تصفيات البطوله اوعى يدوك على دماغك. فقال لها خليكي في حالك يا أزعة. فضحكت وقالت له كده كده هخلي كيو يصورك يا عبيط. وهم ماشيين هاريو قال له انا عايزك تهدى علشان تقدر تلعب كويس وكده كده انا معاك. فقال له يا سلام على الثقه، ما تقلقش يا اخويا انا تمام. فهاريو قال له متاكد؟ امال شنطتك فين بقى؟ فتايكي قال يا لهوي نسيتها في الصاله، ورجع جري يجيبها. ولما رجع للبيت امه بدات تجهز له كل حاجه هيحتاجها بكره في التصفيات، لكن كان واضح ان صاحبنا متوتر ووقع الميه على اللبس بتاعه. فامه اخر ما اتخنقت منه قالت له ولا غور من وشي وانا هجهز لك الشنطه. فطلع اوضته وقال انا مالي يا جدعان، هو انا اول مره اشارك في تصفيات ولا ايه؟ واخد المضرب ونزل يتمرن شويه علشان يهدى. وقتها شينا شافته وقالت له انت بتتمرن دلوقتي؟ الوقت اتاخر. فقال لها انا قلت احرك جسمي شويه علشان افضل جاهز. فشينا استغربت وقالت له خلي بالك انت لابس التيشيرت بالعكس. فتايكي قال يا دي النيله وخلعه علشان يعكسه، لكن كان ناسي انها واقفه. ولما بص عليها لقى وشها احمر من المفاجأة، فاعتذر لها بسرعة وقال في نفسه امال هي كانت هتلبس الصبح ازاي قدامي؟ بس هي قالت له واضح انك اتمرنت كويس الفترة الأخيرة مع هاريو، لكن برضه لسه ظاهر عليك التوتر من ماتش بكرة. ومرة واحدة كده راحت لمساه على دماغه وقالت له انا كده عملت لك إعادة تشغيل. فقال لها يعني ايه ده؟ قالت له يعني سيبك بقى من اللي في دماغك ده وانت هتقدر تكسب بكرة، ده غير ان لسه عندك السنة الجاية واللي بعدها تحاول فيهم. فتايكي اتفاجئ وقال لا انا لازم اكسب السنه دي علشان هي هتتخرج ولازم اعترف لها لما اكسب البطوله. وقال لها بس انا ما ينفعنيش الكلام ده، انا هكسب يعني هكسب. ودخل وسابها وكان شكله اتضايق. وتاني يوم راح هو وهاريو علشان التصفيات، وفعلا قدروا يكسبوا الماتشات الاولى لانها كانت سهله، لكن هاريو حذره ان الماتشات اللي بعد كده هتكون اصعب فجهز. وهم واقفين تايكي شاف واحد بيلعب جنبهم صوته عالي جدا، لكن لاحظ انه موهوب وقدر يكسب كل اللي قابلوه بسهوله. وبالصدفه الولد ده كان معدي من جنبهم وشاف هاريو فقال له هو انت؟ وطلع انه يعرف هاريو وكان بيدور عليه كمان.
فقال له ايوه اسمه كيشي، كنت انا وهو في فريق واحد واحنا في ابتدائي. فكيشي قال له انت لسه هتتكلم يا نصاب، انت يالا مش قايل لي انك هتديني رقم شينا؟ فتايكي قال له نعم، ايه الحوار ده بقى؟ فقال له انا كنت متفق معاه ان لو كسبته في ماتش هيديني رقمها، وانا كسبته فعلا. فهاريو قال له لا، لازم تكسب في ماتش رسمي. فتايكي قال لهم انت وهو بلا رسمي بلا ودي، انت عرفتها منين اصلا؟ فقال له كنت في مره كده وقعت المحفظه بتاعتي وهي جابتها لي. فتايكي قال له والله، وكان على اخره من الواد ده. فجاه كيشي لقى الواد اللي معاه في الفريق بطنه تعبته وخلاص ما بقاش قادر يواجه فريق هاريو. انت لو كسبت تايكي يا عم انا هديك رقمها. فكيشي قال له الواد ده خلصانه وانا موافق، وفضل يتنطط لانه شايف تايكي ضعيف وهيقدر يكسبه بسهوله. فتايكي قال له يا عم انت مين قالك ان عايز العب مع حد؟ فهاريو قال له خلي بالك الواد ده مش سهل وهياخد المزه منك. فتايكي قال له انسى، وفضل يفكر ازاي هيكسبه. ولما رجع للبيت كان لسه هيفتح الباب سمع شينا بتتكلم مع امه، وتفاجئ انها زعلانه من الكلام اللي هي قالته له امبارح، خصوصا لما قالت له انه لسه قدامه سنين يقدر ينافس فيهم. فامه قالت لها ما ده حقيقي، ايه المشكله في كده؟ فقالت لها انا لقيته فجاه اتضايق ومشي، وخايفه لا يكون فهم اني بقول له انه لو خسر السنه دي مش مشكله لان لسه قدامه سنتين يعني. فامه قالت لها لا اكيد هو ما فكرش في كده. فتايكي كان واقف بره وبيقول مش ده السبب، لكن هو كان متضايق لانها تتخرج قبله وتسيبه، وتفاجئ انها متضايقه برضه بسبب الموضوع ده. ولما بتشوفه بتكون عايزاه يكسب كل حاجه يقدر عليها قبل ما السنين تفوت ويبقى زيها كده. فتايكي حس انها زعلانه علشان لحد دلوقتي ما فازتش ببطوله مع فريقها، فراح داخل عليهم مره واحده وقال لهم انا هكسب في التصفيات دي، وطلع وسابهم. فشينا ما كانتش فاهمه هو اتجنن ولا ايه، لكن كانت مبسوطه بحماسه وقررت تروح بكره تتفرج عليه وتشجعه. وفعلا تاني يوم الشباب اتجمعوا في الصاله وكان واضح ان الماتش هيكون دمار. كمان هاريو ندح عليه وقال له لو خسرت هخليك تجري 7-8 كيلو كده متواصل. فقال لا ما تقلقش خلاص. ولما الماتش بدأ كان واضح ان تايكي بيلعب لكن لسه متوتر شوية. في نفس الوقت شينا وصلت ووقفت تتفرج عليه، لكن هاريو قال لهم ما تخافوش هو بيلعب بذكاء النهارده، واضح انه عايز يستنزف طاقة اللي قدامه علشان يكسبه بسهولة. في الوقت ده كيو راح يتكلم مع شينا وقال لها جاية تشجعيه بنفسك؟ على فكرة انا عارف بموضوعكم. فقالت له انا عارفه، هو قال لي، واضح انه بيثق فيك جدا. وقتها تايكي كان هيقع فشينا خافت وقالت له هي البطولات كده بتأثر في اعصابك. فكيو قال لها انت عارفه الماتش ده بيتلعب على ايه؟ هاريو قال لهم اللي هيكسب هياخد رقمك. فشينا قالت له نعم، وكانت هتنزل تقتله. فكيو قال لها بس خلي بالك كيشي بس اللي عايز الرقم، انما تايكي مش بيلعب على حاجه، فايه رايك تخرجي معاه بعد الماتش في اي حته؟ كده كده مفيش تمرين بكره، هو بيلعب اصلا علشانك. فشينا ما كانتش متخيله انه مهتم بيها كده وبيعمل كل ده علشان الواد ما ياخدش رقمها. كمان عرفت انه بيتحمس لما بيشوفها وهي سبب انه عايز ينافس على البطوله. بس طبعا كيو مرضاش يقول لها ان تايكي معجب بيها، لكن شينا كانت فرحانه وقالت له انها موافقه وهتخرج معاه بعد الماتش. وفعلا تايكي فضل يستنزف في طاقه الواد كيشي لحد ما اتضايق وجاب اخره في اللعب، ومره واحده راح تايكي مغفله ومديله ضربه كسبته الماتش. وطبعا كلهم كانوا مبسوطين علشانه. بعدها كيشي سلم عليه وقال له انت لعبت ماتش جامد وبفكر اجي اتدرب معاكم في المدرسه بتاعتكم، بس بقول لك ايه اتاكد لي هم بتوع السله بيتمرنوا امتى. فتايكي قال له امشي يلا يا ابن وقبل ما يروح لقى هينا بتنده عليه وبتبارك له على الفوز. فقال غريبه يعني اول مره ما تكونيش رخمه، عايزه حاجه ولا ايه؟ في نفس الوقت جات له رساله على التليفون ولسه بيشوفها راح مخضوض والموبايل وقع منه لانه اتصدم لما شاف شينا بتعرض عليه يروحوا مع بعض الحوض الاسماك بكره. فالواد فضل يرتعش ومش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فكيو قال له اهدى انا اللي طلبت منها تخرج معاك. فتايكي قال له انت ازاي تعمل كده؟ فكيو حكى لهم على اللي حصل، وبما ان تايكي فاز فهيخرجوا مع بعض. فهنا قالت له هو ده اول موعد لكم مع بعض. فقال لها موعد مين؟ دي مجرد خروج عاديه، وبعدين كيو هو اللي طلب منها كده. فقالت له لا ده اول موعد يا غبي، اتاكد بس انك تلبس لبس نظيف. فقال لها مالكيش دعوه يا رخمه. بعدها هي راحت لاصحابها لكن هم لاحظوا ان شكلها متضايقه، فهي ما فهمتش قصدهم ايه يعني. وفي اخر اليوم شفنا تايكي واقف قدام باب بيته عمال يلف حوالين نفسه وخايف يدخل. فامه حست بيه وقالت له انت بتعمل ايه يا عبيط ما تدخل. فقال لها هي شينا فين؟
مش هنا احسن حاجه، وطلع على اوضته على طول. بعدها مسك كتاب بيتكلم عن السمك علشان يبقى فاهم هم رايحين يتفرجوا على ايه بكره، وقال يعني يا كيو يا اغبى خلق الله، مش لاقي الا حوض الاسماك اللي تقول لها عليه، وبعدين انا هلبس ايه بكره مش عارف. وشاف صوره فيها بنت لابسه فستان وقرر ينام علشان يقدر يصحى بدري، لكن اول ما صحي لقى الساعه 9:30، فطلع جري لبس اي حاجه وخرج، وبيقول يعني كل يوم بصحى بدري والنهارده تروح عليا نومه، ده ايه الحظ ده. لكن صاحبنا اتفاجئ اول ما وصل لانه شاف شينا لابسه فستان جميل زي ما كان بيتمنى. بعدها راحوا يتفرجوا على السمك، وفضل تايكي عمال يتخيل هو ده موعد ولا لا، وعمال يتكلم مع السمكة اللي قدامه لدرجة انها صورته وهو مش واخد باله كده، لكن هو كان مبسوط وهو معاها. وقبل ما يمشوا من هناك قالت له استنى، في حاجة كمان عايز اقولك عليها. فتايكي قلبه وقع في رجله وقال هل ممكن تكون الحاجة اللي في بالي، وكان فاكر انها هتعترف له بحبها ولا حاجة، لكن هي كانت عايزة تعتذر له على الكلام اللي هي قالته له من كام يوم بخصوص السنين الجاية في المدرسة. فقال في نفسه الله يخرب بيت المدرسة وسنينها، لكن شكرها علشان هي كانت قلقانة عليه، واتفق معاها انها لما تكون محتاجاله تبعت له الايموجي ده وهو هيجي لها على طول في اي وقت. فشينا راحت بعتله 3-4 كده ورا بعض وفضلت تضحك. فتايكي طبعا ما كانش فاهم وقال لها عايز ايه يعني، وفضل الاتنين باصين لبعض شويه، وكان واضح ان كل واحد فيهم عايز يقول للتاني حاجه لكن مش راضي. ولما راح المدرسه كيو لاحظ انه عمال ياكل زي الجاموسه، فقال له ايه مالك نفسك مفتوح على الاكل ليه؟ فقال له مبسوط يا كيو مبسوط. فكيو قال له عارف، بقول لك ايه، لو عرفت ان شينا معجبه بيك ايه هيكون رد فعلك؟ فقال له يا لهوي يا ريت، وشافها معديه وبتضحك له. فقال له عارف يا كيو لو ده حصل هعزمك على وجبه من المطعم ده. فكيو قال له احنا في مطعم المدرسه يا متخلف. في نفس الوقت هنا وصلت وقالت له انت ما سلمتش البحث بتاعك ليه يالا، وطول الحصص على وشك ضحكه مستفزه كده زيك. فقال لها ايوه مالكيش دعوه. فهنا اتعصبت وراحت خبطاه في وشه، والاول مره نشوف تايكي هو اللي معصبها مش هي. فكيو قال له هي عندها حق، لازم تركز، انت نجحت في تصفيات المدرسه لكن الاهم التصفيات المحليه، وعرفهم ان المدارس التانيه فيها فرق قويه جدا. فهنا قالت له انا متاكده ان تايكي قدها، وكان قصدها تشجعه يعني. فتايكي قال لها بقول لك ايه، انت عماله تشجعي فينا احنا، انت بقى عملت ايه في بطوله الجمباز بتاعتك؟ فقالت له انت عبيط يا ابني، انا كل سنه بكسب المسابقه اللي في مدرستنا ومتاكده ان هكسب البطوله الوطنيه، وكمان لقى واحده جايه بتعمل معاها لقاء صحفي قبل البطوله لانها في الفتره الاخيره اتشهرت جامد. فهنا راحت بصله بصه كده اللي هو شفت يالا. وبعد ما خلصت راحت لدكتور العلاج الطبيعي زي ما هي متعوده كل مره، وبالصدفه وهي خارجه لقت شينا هناك، فسلمت عليها وقالت هرن على الواد تايكي اقول له ولا لا. فشينا سالتها انت مصابه ولا حاجه؟ فقالت لها لا انا متعوده بس اجي هنا كل اسبوع. وقالت لنفسها انا لازم اظبط الواد تايكي بكلمتين. وقالت لها انت تعرفي يا شينا ان الواد تايكي اتصاب قبل كده في رجله؟ فشينا قالت لها ازاي؟ قالت لها لما كنا في اعدادي رحنا مع بعض رحله تسلق للجبال، وبالغلط كنت انا هقع لكن هو انقذني، وده تسبب ان رجليه اتصابت وما بقاش قادر يلعب لفتره، والغريب بقى ان انا اللي كنت زعلان عليه اكتر منه، اما هو فكان عادي بيقول لها كويس ان ده حصل علشان اخلي ردة فعل سريعة بعد كده. فشينا استغربت وعرفت انه من زمان كده مش من الفترة دي بس، لان تايكي اي حاجة بتحصل له بيفكر فيها لمصلحة اللعبة بتاعته. فهنا قالت لها بس صدقيني هو بيحب يساعد الناس، صحيح هو غبي شوية لكن طيب. ومن الاخر كده ظبطته قدام شينا، ولما خرجوا لقوا الدنيا بدأت تمطر، فشينا ادت لها مظلة كانت زيادة معاها وشكرتها ومشيت. فجأة الممرضة خرجت تسأل عليها لأنها نسيت الموبايل بتاعها. فهنا قالت لها هي صاحبتي هاتيه وأنا هديهولها، وفعلا فضلت ماشية وراها لحد ما شافتها، لكن فجأة لقيتها بتدخل بيت تايكي، فراحت بسرعة تتأكد هو ده بيته فعلا ولا هي غلطانة، واتصدمت لما لقيته هو اللي بيفتح لها. ولو انتوا فاكرين ده اللي كان تايكي خايف منه، وحاول قبل كده يبعد هينا عن العيادة دي لأنه كان خايف لا تقابل شينا بالصدفة. المهم هنا تسكت وتمشي؟ أبدا، راحت نطة مرة واحدة وقالت له انت بتعمل ايه هنا يالا، وليه شينا معاك وخارج ترحب بيها؟ فتايكي قال اعوذ بالله عفريت، لكن لما شافها قال اتصرف ازاي دلوقتي؟ فشينا قالت له يقول لها على كل حاجة، وفعلا هنا دخلت معاهم وبدأ تايكي يعرفها على الموضوع كله، واعتذر لها علشان خبى عليها الفترة دي كلها. فقالت له انا اللي كنت فاكر اننا اصحاب، وراحت رامي عليه شوية مجلدات كبيرة كده علشان تقدره، بس قالت له انا متفهمة انت ليه ما كنتش عايز حد يعرف. فتايكي اطمن وشكرها علشان هي ما زعلتش. فقالت له بس ثواني، ده يدل انك فاشل اكتر، يعني بقالك شهرين اهو عايش معاها في نفس البيت ولسه مش عارف تقول لها؟ بعدها شفناها ماشية في الشارع ولسه بتفكر في الموضوع، لكن كان واضح ان هنا فيها حاجة غريبة،
والموضوع ده بدأ يشغلها. وفعلا تاني يوم وهي في التمرين كانت بتلعب بشكل مختلف عن عادتها، وكانت عارفة إنها محتاجة تركز لأن الكل حاطط أمل عليها تكسب البطولة. وهي نازلة شافت تايكي قاعد فراحت تزهق فيك عادتها وقالت له يا ترى مصيبة إيه تاني اللي بتفكر فيها؟ فقال لها ولا مصيبة ولا حاجة، رجلي اتعورت وضفر الرجل كان هيتخلع. فقالت له بس يا عم أنت اسكت، ما بحبش أسمع الحاجات دي. ولحظة السوار اللي هو لابسه في رجله، فكان هيكذب عليها في الأول لكن رجع قال لها الحقيقة. فهي اتفاجئت إن هو وشينا لابسين نفس السوار، وكان عاجبها علاقتهم وإزاي هما الاتنين بيشجعوا بعض علشان ينجحوا. وبالرغم من كده بدأت هينا تحس بشوية زعل علشان هي ما عندهاش حد يدعمها كده. ومع مرور الأيام كان واضح إن نفسيتها بتبقى أسوأ يوم بعد يوم، وده كمان ظهر عليها في التمرين ومستواها بقى في النازل جدا. فتايكي اخد باله وحاول يكلمها، لكن الغريب انها ردت عليه عادي من غير ما تضايقه. فقال لك ايه شفت؟ قلت لك فيها حاجة غريبة، دي مش هينا اللي انا عارفها. وقتها كانت هي قصده الموضوع ده لانها مش عايزه شينا تحس انها بتقرب من تايكي علشان علاقتهم تفضل حلوه مع بعض. ولما شافت انها مش كويسه في التمرين النهارده قررت تاخد فتره راحه وراحت تشتري حاجه تشربها. في نفس الوقت جالها مدرس من بتوعها وقال لها انه قرأ اللقاء الصحفي بتاعها، وقال لها انها كانت متألقه فيه ولو كملت على كده هتبقى زي ابوها اللاعب المشهور. فهنا لما سمعت كده حست بضغط اكتر لان الكل عمال يقارنها بابوها اللي كان لاعب جمباز مشهور جدا، وكانت بتتمنى لو تقدر تتكلم مع تايكي وتحكي له على اللي في قلبها. ولما رجعت للصاله وشافته ما رضيتش تدخل علشان ما يبانش عليها، وفي الاخر قالت انا لازم اركز علشان كده مش هينفع، ورجعت تاني تتمرن بشكل كويس ومستواها المعتاد رجع. وده اللي فرح بقى اصحابها اللي كانوا قلقانين عليها. وبعد ما خلصت كانت ماشيه في الممر ومن غير ما تاخد بالها واحد فتح الباب بالغلط وخبطها، لكن فجأة لقت مفصل رجلها انتنى ونزلت عليه بجسمها كله. ومن الصدمة بدأت تحس إن رجلها اتصابت ومش قادرة تتحرك. وقتها جه تايكي بسرعة يطمن عليها وقال لها تعالي هنروح للممرضة. فقالت له لا أنا كويسة خلاص، روح أنت علشان لو شينا شافتك. فقال لها ما تشوف ولا ما تشوفش ده إيه دخله؟ أنت مالك كده الأيام دي شاغلة نفسك بحاجات تافهة ليه؟ وشالها علشان يوديها العيادة. فهنا كانت حاسة انها فرحانة جدا وشكلها كده بدأت مشاعرها تزيد لتايكي. والحاجة الكويسة انها لما راحت العيادة الممرضة طمنتها وقالت لها ان دي كدمة بسيطة والحمد لله ما حصلش التواء في الكاحل ولا حاجة. فتايكي قال لها يعني كله تمام؟ والله كنت عارف انها ملكة الدراما البت دي. فقالت له ما خلاص يا غلس، انا بس ما كنتش بنام كويس الفترة الاخيرة. فتايكي عمل فيها دكتور نفسي وقال لها وايه كمان؟ فهنا فتحت في الكلام وقالت على كل اللي في قلبها من الضغط اللي عليها بسبب شهرة أبوها لأن مفيش حد معاها بيشجعها، وقعدت تحكي له على كل حاجة. فقال لها برضه أنا عارفك كويس وعارف إنك بتحاربي لآخر لحظة، كمان أنت بتكرهي الخسارة ودي أحسن حاجة فيكي. وقعد يقول لها شوية كلام حلو كده عن نفسها. فهنا وشها أحمر من الخجل وقالت له اكتم، لكن بالرغم من كده قالت له أنت عندك حق. وقبل ما يمشوا اطمن خلاص إنها مش زعلانة وهتركز في التصفيات، ولقاها بتقول له إنها عايزاه يتمنى لها حظ حلو بكرة. فقال لها طبعا بس كده، واتمنى انها تكون في المركز الاول بكره. فهنا فرحت وقالت له ماشي. قال يعني انا مستنياك تقول كده. فقال لها يا رخامه لسه زي ما انتي. وبالفعل تاني يوم هنا قدرت تفوز بالمركز الاول في التصفيات وضمنت التاهل للبطوله الوطنيه. وشفنا تايكي واقف مبسوط انها نجحت، وهي طبعا قالت له انت بتتفرج على ايه ياض؟ فاطمن انها بقت تمام. لكن من جهه تانيه كان كيو ملاحظ حاجه مختلفه وبقى حاسس ان هينا بدأت تحب تايكي، وكان عايز يشوف شينا هتتعامل ازاي مع الوضع ده. بالليل رجع بطلنا للبيت ولما طلع قابلها خارجة من اوضتها وقالت له انا قابلت هينا تاني النهارده في العيادة. فقال ربنا يستر عملت ايه المجنونة دي؟ فقالت له لا اطمن كانت بترجع لي المظلة، انا مبسوطة علشان هي قدرت تفوز بالمركز الاول بالرغم انها لسه في سنة اولى. فضحك وقال لها امال بقى لو كنت شفتها امبارح ما كانش عاجبها حاجة خالص وعايزة تسيب البطولة وتمشي، لكن انا عارفها غبية بتحب الجمباز وما تقدرش تبعد عنه. فشينا استغربت لما قال الجملة الأخيرة دي لأن برضه هنا يوم العيادة اللي فات قالت لها نفس الجملة تقريبا، وان تايكي عيل غبي بيحب تنس الريشة، وحست ان شكلهم كده فيهم حاجات زي بعض وينفعوا كاتنين مرتبطين، او على الاقل حست ان هنا واضح عليها قوي انها معجبة بيه، علشان كده كانت عايزة توسع لهم الطريق شوية علشان يقربوا اكتر من بعض. تاني يوم كان تايكي بيجهز حاجته ورايح للمدرسة وشاف ان خلاص ميعاد التصفيات قربت، فراح كمل تمرين مع هاريو اللي كالعاده كان بيكسبه. وكل شويه تايكي يقول له العب كمان يا عم، لكن هو قال له لا انا مش عايزك تتعود على الخساره. فتايكي استغرب وقال له يعني ايه؟ فقال له لما تخسر من حد كتير هتفتكر ان عمرك ما هتكسبه ابدا،
وانت دلوقتي داخل على بطولة. فاصحابهم قالوا له ايوه يا تايكي اسمع كلامه، اصله متعود يخسر دايما من الواد اللي اسمه هيودو من مدرسة سيجاكاوا. فهاريو قال لهم انتوا هتسكتوا ولا ايه؟ وقال لي تايكي مش انت بس اللي محتاج تتمرن، كل واحد فينا ليه منافس قوي لازم يجهز له، ومش بعيد انا وانت نلعب بعض في البطولة. ولما خرجوا لقوا شينا واصحابها لسه مخلصين تمرين برضه، ومن بعيد لبعيد كده كان ابطالنا بيبصوا لبعض. وبعد ما اليوم خلص كان تايكي راجع بيفكر في الموضوع وبيقول انا لازم استغل الوقت اللي باقي ده علشان ابقى جاهز، مع انه عارف ان في حاجات كتير لسه ما اتمرنش عليها. وبالصدفة شاف شينا ماشية قدامه وشايلة شنط كتير، فقال اروح اكلمها واعمل فيها جدع واشيل الشنط مكانها ولا اسكت وخلاص. لكن شاف 2 معديين من جنبها بيتكلموا عليها، فراح بسرعة كلمها وقال لها هات الشنط دي مكانك. فقالت له لا هم مش تقال قوي، وبعدين انا مش عايز اسبب لك احراج علشان يعني هنرجع مع بعض وكده. ففكر شوية وقال لها طب ثواني، وراح ورجع قال يعني لسه مقابلها دلوقتي، وقال لها مين؟ شينا يخرب بيت عقلك ايه الصدفة دي؟ وكان معلي صوته علشان الجيران يسمعوا يعني، واخد الشنط ومشي معاها. فشينا ضحكت وقالت هو ماله ده، لكنها كملت عادي نفس الاشتغالة دي وقالت له انت ساكن هنا بقى؟ فقال لها ايوه بيتي في الشارع ده، وانتي؟ فقالت له ايوه انا لسه ناقله فيه جديد، والناس اللي عايشين معايا هنا بيحبوني قوي. فقال بيحبوكي؟ امال لما بيشوفوا وشي بيبقوا عايزين يموتوني ليه؟ لكن فرح انها مبسوطه وهي عايشه معاهم. وقبل ما يدخلوا البيت قال لها تعالي معايا ثانيه، واتمنوا انهم ينجحوا في تصفيات البطوله. وبما ان شينا هتلعب الاول راح علشان يشجعها. وقتها كان فريقها عامل شغل جامد جدا وهي متالقه معاهم، وبكل سهوله عرفوا يكسبوا ويتاهلوا لمواجهه الفريق اللي بعد كده. والقلق كله كان من فريق مدرسه كاجوهارا اللي كان عامل شغل جامد برضه، لكن بالرغم من كده كانت شينا متحمسه لمواجهتهم. في نفس الوقت شفنا واحد منهم واقف بيصور الماتش، وبالصدفة شينا سمعتهم بيتكلموا عليهم، واللي صورهم بيقول ان شينا دي مفيش خوف منها، هي ما اتطورتش من اخر مرة كانت بتلعب فيها في السنة اللي فاتت. فصاحبة شينا كانت عايزة تروح تتخانق معاهم، لكن هي قالت لها لا خلينا نمشي، حاجة طبيعية انهم يتفرجوا على الاداء بتاعنا، وانا مش زعلانه على الكلام اللي هم قالوه عليا. الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها هي ان ارد في الملعب. في الوقت ده كان تايكي بيكمل تمرين مع هاريو وبيقول انا امتى بقى هكسب الواد ده انا زهقت. وبالصدفه شاف شينا وفريقها خارجين، لكن كان واضح انها متضايقه، وفهم ايه الحوار لما سمع صاحبتها بتتكلم على اللي حصل من شويه والكلام اللي الفريق التاني قالوا عليها. فقال اكيد علشان كده كان شكلها زعلان، ولسه بيبص وراه لقاها واقفه، فاتخض وقال هي بتطلع امتى دي؟ بس قال كويس انها هنا، وطلب منها ما تتضايقش من الكلام اللي اتقال ده، وقال لها اهم حاجه اصحابك في الفريق واثقين فيكي. فقالت له لا انا اتضايقت من كلامهم، لكن انا عايزه كده علشان اثبت لهم العكس. فتايكي كان منبهر بطريقه تفكيرها وصدق انها تقدر تكسب فعلا. والمفاجاه بقى لما هو رجع يكمل تمرين مع هاريو، قدر لاول مره انه يكسبوا في جوله، لدرجه انهم كانوا فاكرين انه مجرد حظ، لكن تايكي صدمهم وقدر يكسبوا في جوله كمان وبقى فاهم طريقه لعبه. فهاريو قال له انا متفاجئ انك اتطورت كده، بس ده كويس قبل البطوله. فتايكي فرح لانه اخيرا حس ان التدريبات دي جابت نتيجه. وهو راجع كيو قال له هو انت لو اتاهلت للبطوله دي هتعترف لها؟ فالواد اتصدم وتخيل الموقف وهو بيقول لها، وهي طبعا هتوافق ويتجوزوا. فكيو قال له فوق يا موكوس يا ابن الموكوسه، مين قالك انها هتوافق عليك اصلا؟ فتايكي قال له انا نفسي اقول لها والله، بس حاليا عايزها تركز على هدفها وما تنشغلش باي حاجه تانية. وبالصدفه هاريو شافهم ونده عليهم وقال لهم يا ماموتو عازم كل واحد على حاجه فادخلوا بسرعه. وعينه دبسوا الواد في عزومه كمان لدول. وبالصدفه شاف تايكي مجله عليها صوره بحر، فقال لكيو انا قررت لو اتاهلت للبطوله هقول لها، وهروح انا وهي للبحر. ولما خرجوا اتفاجئ انها واقفه مع الباقيين بره وشكلهم كده معزومين هم كمان. تايكي بقى اول ما شافهم وشه اتخطف، مش علشان شينا معاهم لكن علشان المصيبه اللي اسمها هينا واقفه ومتضايقه منه، وقامت رايحه واخده منه اللي هو لسه شاريه. ولما الباقيين شافوهم كده كانوا فاكرين ان بينهم حاجه، علشان كده واخدين على بعض بالشكل ده. كمان هي قالت له لو فزت بالبطوله هجيب لك هديه، فقال لها لا مش عايز ما تجيبيش. وبعد ما مشيوا رجع هو وشينا مع بعض، واتفاجئ ان هي كمان بتقول له انها عايزه من اللي معاه. فقال لها شكلك ما اكلتيش حاجه من الصبح يعني؟ فقالت له ايوه، بس بصراحه لما شفت هنا بتاخد منك حسيت بالغيره، وشكرته علشان ترجع لاصحابها. لكن هو فضل واقف وبيقول هي قصدها ايه انها غيرانه؟ هي بتتكلم على الاكل ولا غيرانه علشان حاجه تانية؟ فيا ترى هل شينا فعلا كانت غيرانه من هنا علشان هي بقت قريبه من تايكي بالشكل ده؟ خصوصا ان هنا ما عندهاش صبر، وواضح انها بدأت تحب تايكي. وايه اللي هيحصل بينهم في الحلقات الجايه؟ وبرضه ايه اللي تايكي هيعمله في البطوله اللي داخله عليه دي؟
ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات الجديدة اللي لسه بتنزل. احنا كده لخصنا اول 7 حلقات، لو عايزيننا نكمل الانمي قولوا لي في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ويلا سلام.